السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وكده دايما ان شاء الله في نجاح، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. النهارده عايز اتكلم على حاجه هي حاجه شفناها في شركات كبيره حصلت. ومره زمان كده شفت فيديو كويس جدا قريب قوي من القصه اللي انا عايز اتكلم عليها، اللي هي كان الفيديو اسمه موت عملاق. موت عملاق كان هو اسمه قوي صراحه، لان يعني الناس بتفتكر ان العمالقه والناس الكبيره ما بتبقاش عرضه لانها يحصل ليها انهيار ويحصل ليها يعني فشل. موت عملاق الفيديو ده كان بيتكلم على انتهاء شركه نوكيا. طبعا الناس القديمه شويه او الناس الكبيره شويه يعرفوا قد ايه كانت نوكيا مسيطره على سوق الموبايلات وسوق طبعا هي كانت شغاله الكترونيات وشبكات موبايلات وحاجات زي كده، بس هي كانت يعني مشهوره جدا في الموبايلات نفسها. طب الموضوع كان ما كانش بالساهل يعني زي ما بيقولوا. فهنا النقطه دي انا عايز اتكلم فيها في ايه، ان مهما توصل من قوه في شغلك، في تجارتك، في بيزنس انت عامله في شركه، اوعى يغرك اوعى يغرك النجاح. يعني اوعى يغرك ان انا خلاص انا وصلت لمرحله ان انا ممكن ما اقعش فيها، او انا ممكن ما افشلش فيها. يعني الفيديو ده لو اتفرجت عليه وشفت شركه نوكيا، طبعا هي شركه نوكيا شركه كانت سويديه دخلت المجال بالصدفه. يعني ازاي بالصدفه؟ هي شركه اصلا كانت متخصصه في صناعه اساس بسيط، كانت حاجات البسيطه كراسي وحاجات زي كده، ودخلت في مجال الموبايلات وبدات تنجح فيه، والصناعه بتاعتها جت معاها بالصدفه، فاشتغلوا كويس جدا. وكان اياميها السوق غالبا فاضي، خدوا حصه كبيره جدا وكانوا بيطوروا في الاجهزه لحد ما وصلوا ان هم مسيطرين. اعتقد على كان ماركت شير بتاعهم، اعتقد انت بتتكلم 70 او 80%. طبعا 70 80% على مستوى العالم كان رقم هيوج جدا يعني. موت عملاق كان بيحكي على ازاي الشركه انهارت، وازاي الشركه بعد ما وصلت للطب خالص وقعت. وكم انا سمعت عن تجار وناس وشركات وكده وقعوا بسبب ان هي الشركات دي ما فكرتش ان ازاي نطور نفسنا، وازاي نطلع، وازاي نجدد، وازاي نغير. موت عملاق نوكيا اللي فشلها انها ما قدرش تنافس مع الشركات اللي بدأت تخش. اياميها دخلت سامسونج بأجهزة، ودخلت حتى لسه ما كانش الايفون منتشر بالشكل ده. دخلت سامسونج، ودخل ال جي اعتقد، وموتوريلا اعتقد. دخلت ماركات كتير في السوق، وبدأوا ياخدوا، عارف انت، بدأ زي ما احنا بنقوله كده ايه، ينهشوا في السوق بتاعهم. بدأ الماركت شير بتاعها يقل 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 يقل. وطبعا محدش كان ابدا متوقع ان ممكن يحصل كده. نوكيا وقعت راحت. انا دلوقتي لو هم حاولوا يعملوا كامباك كم مره للسوق ما عرفوش، لاني برضو زي ما بقول لك هم مش عارفين يدخلوا الحته اللي هي ينافسوا فيها تاني. تتخيل انت مسيطر على سوق، وفجاه لقيت نفسك بره، وفجاه لقيت التكنولوجيا عمال ورا بعضه تحديثات في التطبيقات. وطبعا دخل ايفون سيطر. دلوقتي ايفون ماركت شير عالي، بس عنده منافسين زي سامسونج مثلا، اعتقد واخده حصه كويسه من السوق، يعني نسبه زي ما بيقولوا محترمه. طبعا اللي نجح زي سامسونج وال جي ان هم اصلا كانوا شركات الكترونيات، وكان عندهم مميزات زي شغل الشاشات، وشغل عندهم خبره في الحته دي، فالدنيا مشيت معاهم. فموت عملاق كان بيحكي على الحته دي، كان بيحكي ان القصه النجاح الكبير ده قوي يلزمه. احنا في مثل يقول لك انت، او في حاجه مقوله يقول لك انت سهل توصل على القمه بس صعب انك تحافظ عليها. ودي حقيقه فعلا، شركات كتير وصلت للقمه
قعدت تحافظ عليها بشكل كبير جدا علشان تقدر تستمر في السوق. بس الحفاظ ده هيحتاج منها تطوير في المنتجات، هيحتاج منها تطوير في الاستاف، دايما هيحتاج منها تنميه الاستاف بتاعها، تدريب الاستاف بتاعها، دايما عينه على المنتج بتاعه ودايما عينه على الماركت شير بتاعه. فالقصه دي كانت قصه كبيره قوي، الموت عملاقه قصه كبيره، وكانت قصه يعني كانت مهمه جدا لشركات استوعبت منها القصه. في شركه بيبسي لما جت تغير الشكل بتاعها، كانت قصه كبيره. مع ان اي حد يقول لك يا عم انت هتغير الشكل وبيبسي يعني، بس كانوا حذرين جدا في الحته دي، كانوا خايفين جدا، لان انت عارفين احنا بيبسي وكوكاكولا ماشيين مع بعض ماركت شير اعتقد قريب جدا من بعض على مستوى العالم. في شركات بتعلى فيها وفي شركات بتقل حسب المنطقه وحسب ذوق الناس اللي فيها، بس هم على مستوى العالم اعتقد قريبين من بعض، ماشيين جنب بعض. فلما جت تغير الشكل بتاعها او اللوجو بتاعها كانوا حذرين جدا، وعملوا دعايه كتير للموضوع، ولحد ما ثبتوا الشكل الجديد، وحد ما ثبتوا تاني الماركت شير بتاعهم، وحد ما ثبتوا تاني الوضع. فالقصه كانت مهمه جدا، واعتقد هو ده سبب نجاح ان انت تكون كير على البيزنس بتاعك، كير على انا جبت امثله كبيره قوي، لان هم دي امثله مشهوره في البيزنس، بس انت على مستوى السكيل الصغير انت لازم تاخد بالك من البيزنس بتاعك، لازم دايما تتطور البيزنس بتاعك، دايما لازم تدور على المنافس بيعمل ايه، ما يكونش متميز عنك بشكل كبير، ما يكونش واخد منك حصه كبيره وانت قاعد مش واخد بالك. لما توصل لمرحله نجاح كويسه حافظ عليها، دايما اشتغل بالارقام، دايما لو انت حتى راجل فاتح سوبر ماركت صغير اشتغل بالارقام، اعرف الشهر ده انت بعت كام، الشهر اللي بعدين انت بعت كام، مساحتك قد ايه من السوق اللي انت شغال فيه، واخد مساحه قد ايه. دايما طور البيزنس ده علشان تقدر تنجح وتستمر. النجاح الاستمراريه، النجاح في انك تحافظ دايما على المستوى اللي انت فيه، النجاح ان انت تقدر تنجح مع المكان اللي انت فيه كشغل، الحفاظ على الماركت شير بتاعك، والحفاظ على العملاء بتاعك، هو ده النجاح، وهو ده اللي تقدر تقول فيها فعلا انا ناجح. الحفاظ على القمه اسهل، الوصول للقمه اسهل جدا من الحفاظ عليها. انت ممكن توصل تلاقي ربنا كرمك ووصلت، بس الشطاره منك ان انت تحافظ، الشطاره منك انك تحافظ على العملاء بتوعك، الشطاره منك تحافظ على الماركت شير بتاعك، الشطاره منك انك تحافظ على مستوى خدمه انت بتقدمها لو انت بتقدم خدمه. بالتوفيق يا شباب، وتحياتي ليكم. ايهاب الماحي، مدرسه البيع، وصباحكم فل.